مساء الخير، عاملين ايه؟ حلقة جديدة لبرنامج خط الستة. طبعا ناصر ماهر والكلام اللي قاله ناصر ماهر، وهل الاهلي مفهوش اساطير؟ الاهلي مفهوش اساطير والزمالك فيه اساطير. هي بس في حاجة، وناصر ماهر بس مش واخد باله من حاجة، ان انت كده يا ابني يعني اثبتت ليه اداره الزمالك دايما بتجري، ادارات الزمالك مش اداره الزمالك دي بس، دايما بتجري ورا اللاعب اللي خارج من النادي الاهلي. لان انا هغير انتمائك بفلوسي، هغير كلامك بفلوسي، هشتري منك تصريح يخليك تتحط دلوقتي كناصر ماهر مع اساطير الزمالك اللي انت بتقول عليهم اساطير. الاسطوره ده يا ابني اللي ما تفقهش حاجه عن كره القدم، الاسطوره ده اللي عمل تاريخ، اللي هو من الاخر نقول عليه بالبلدي كده اللي هو العجوز، اللاعب العجوز. فانت لما جيت سميت الاساطير سميت شيكابالا عجوز من اكبر لاعبين الدوري المصري، سميت عبد الله السعيد اللي تاريخه كله، اللي انت بتقول عليه اسطوره، اللي تاريخه كله عمله في الاهلي وبعد ما خرج من الاهلي يعتبر اعتزل. سميت عبد الشافي، ممكن اقول على عبد الشافي اسطوره عشان هو راجل محترم ومؤدب، ما اقدرش ان انا اغلط فيه. بس ايه اللي عمله عبد الشافي؟ ايه اللي عمله عبد الله السعيد؟ ايه اللي عمله شيكابالا؟ انت كده يعني حللت القرشينات، لعبت او ما لعبتش، اثرت مشاكل، عملت مشاكل في النادي، فانت خلاص حطيت رجلك في النادي وبقيت مقصل من نادي الزمالك. بلاش التصريحات دي، لان انت لو كنت لعيب عالي كنت كملت في الاهلي، كان الاهلي رجعك. لو في بادرة امل منك كان الاهلي رجعك. الاهلي لما حس ان صلاح محسن ممكن، مع اختلاف ان صلاح محسن مش لعيب عالي، حس انه ممكن راح جايبه، حس ان كريم نيدفيد ممكن راح جايبه. انت ما جيتش ليه؟ عشان انت مش لعيب عالي، ولازم تبقى فاهم دي. في الختام، سلام.